انتشرت عبارة لما تأخرت الأمة الإسلامية وتقدم الغرب أن المسلمين هم من خسر نتيجة تراجعهم وتأخرهم. كاتب كتاب اليوم قلب هذه العبارة وطرح تساؤل، وهذا التساؤل حاول في هذا الكتاب أن يثبته. ما هو هذا التساؤل؟ هذا التساؤل نجده في عنوان هذا الكتاب. كتاب اليوم هو ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، للكاتب والداعية أبو الحسن الندوي. أبو الحسن الندوي في هذا الكتاب حاول أن يثبت بأن ليس المسلمين فقط هم من خسروا نتيجة تأخرهم وتقدم الغرب، إنما الإنسانية كاملة هي التي خسرت نتيجة انحطاط المسلمين أو تأخر المسلمين. والسبب في ذلك راح يعرض علينا ليبين هذا السبب، راح يعرض علينا الأمم التي مضت والحضارات التي سادت في هذه الدنيا من الزمان القديم إلى أن جاء إلى الحضارة الغربية اليوم، وكان يقارنها باستمرار بالحضارة الإسلامية. فنرى أن الحضارة الإسلامية وأن الإسلام لما علا في الأرض ونشرها المسلمون كان له جوانب روحية وأخلاقية لا يتنازل عنها، وكان الكل سعيد بهذا الحكم الإسلامي لأنه من منطلق ديني، ولأن الدين وتعاليم الدين تأمر بالعدل وعدم الطبقية. من هو هذا الكاتب؟ لنأخذ نبذة عن الكاتب ثم ننتقل لبعض أفكاره. هذا الكاتب هو أبو الحسن الندوي، داعية هندي يتكلم اللغة العربية واللغة الإنجليزية ولغته الأصلية اللغة الهندية، وكان له نشاط واسع في الدعوة داخل الهند، وكان له عدة رحلات إلى الوطن العربي وإلى العالم الإسلامي، دول العالم الإسلامي، وكان يدعو إلى الإصلاح وله مؤلفات كثيرة رحمه الله. هذا الكتاب تطرق فيه مثل ما قلنا إلى أفكار كثيرة. من هذه الأفكار أنه مر على العصور السابقة فذكر الطبقية عند بعض المجتمعات أو عند كثير من المجتمعات، منها المجتمع الفارسي. فقد كان يظن أو يعتقد في المجتمع الفارسي أو في الحضارة الفارسية أن الأكاسرة يجري في عروقهم دم الآلهة، فهم طبقة لا يمكن أن يرقى لها أحد، وأن الإنسان إذا ولد من طبقة معينة مهما كان جيد، مهما كان صاحب مهارات وصاحب إبداعات ومتميز، لا يمكن أن يرقى إلى طبقة أعلى من طبقته. كذلك عرج الكاتب إلى الطبقية في الهند، وأن المجتمع كان مقسم إلى 4 فئات. أعلى هذه الفئات هم البراهمة، رجال الدين والكهنة، ثم تأتي بعدها طبقة شتري، رجال الحرب والجنود، ثم يأتي بعدها طبقة ويش اللي هم التجار وأهل الزراعة، ثم تأتي أقل طبقة في المجتمع، الطبقة المسحوقة، ألا وهي طبقة شودر. وطبقة شودر هي طبقة الخدم. المشكلة كانت هذه الطبقة وأبناء هذه الطبقة يظلمون بنص القانون. القانون كان ينص على قانون الهندي أن أفراد شودر يجب أن يكونوا سعداء بخدمتهم للبراهمة، تخدمهم وتكون سعيد دون مقابل ودون مال، ويمنع على أبناء طبقة شودر أن يجمعوا كنزا أو مالا. وإذا أحد من طبقة شودر تلفظ بلفظ سيء تجاه أحد من البراهمة يقطع لسانه، وإذا مد يده على واحد من البراهمة تقطع يده، وإذا مد رجله عليه أو رفسه تفدع رجله. بل أنه إذا جالس واحد من البراهمة يحرق مقعده وينفى، يكوى مقعده يعني اللي يجلس عليه وينفى من البلاد. كل هذه كانت عقوبات طبقية لا مبرر فيها إلا أن هذا الإنسان ولد من طبقة شودر وهذا الإنسان من طبقة البراهمة. كذلك مر الكاتب على اضطهاد المرأة قديما وفي المجتمعات المختلفة، وأن هناك من المجتمعات من كان إذا مات الرجل قتلوا زوجته ودفنوها وحرقوها معه، يعني تعتبر من ضمن أشيائه.
ونعلم أن العرب في الجاهلية كان منهم من يئد البنات، يعني إذا بشروه بالأنثى يعني يسود وجهه ويدفنها خوفا من العار. وهناك مجتمعات كانت ترى أن المرأة كائن أقل من غيرها. كل هذا الاضطهاد، كل هذه الطبقية، جاء الإسلام وجاء محمد عليه الصلاة والسلام ليمحيها ويعدمها. لما جاء الإسلام جاء برسالة محمد عليه الصلاة والسلام لما انتشر الفساد، جاء برسالة للعالم كله، لم يأتي لفئة معينة ولم يأتي لمجتمع معين، وجاء ليساوي بين الناس، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما في فرق. الفروقات والطبقية وطبقة البراهمة وطبقة شودر وطبقة الأكاسرة هذه مو موجودة في الحضارة الإسلامية، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء ليمحو هذه الطبقية. اضطهاد المرأة وأنها أقل درجة من الرجل، جاء الإسلام ليكرم المرأة. ويذكر الكاتب أن أعجب انقلاب حصل في التاريخ عندما استقر الإيمان في قلوب المسلمين بعد دعوة محمد عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم انطلقوا ينشرون هذا الدين بكل صدق، ونشروا هذا الدين ليس لدنيا يكسبونها، كانوا يحبون يعني يتقدمون ويرمون بأنفسهم إلى الموت في سبيل الله وفي سبيل الدعوة، إنما ذهبوا لينقذوا العالم. وقد كانوا يصرحون بذلك لما كانوا يخاطبون الأمم، كانوا يقولون أتينا لننقذكم. ذهب هؤلاء الرجال ونشروا الإسلام، نشروا هذه الحضارة التي نشرت الأخلاقيات الحميدة، والتي كانت تعطي ليس المسلم فقط وحتى الذمي أو أهل البلاد التي فتحوها المسلمين اللي ما أسلموا، كانوا يعطونهم حقوقهم ويؤدون هؤلاء ما عليهم من واجبات. وهناك صور رائعة بالتاريخ الإسلامي، يعني نذكر منها عمر بن الخطاب لما جاء أحد اليهود وقد كبرت سنه، وأمر عمر لأن يعطى معاش تقاعد. عمر بن الخطاب لماذا؟ لأنه خدم المسلمين طوال حياته، فلما كبر وعجز عن ذلك لم يقل هذا يهودي لا أعطيه، لا، بل أعطاه عمر. وهذا من عدالة الإسلام ودين الإسلام. الله سبحانه وتعالى أول ما أنزل من كتابه الكريم على نبيه عليه الصلاة والسلام هي كلمة اقرأ. أنا من بدل بالكتب السحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتاب. يقول الجاحظ الكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يغريك، والرفيق الذي لا يملك، إلى أن يقول ومن لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك ولا ينطق إلا بما تهوى. أوعز الكاتب انحطاط الأمة الإسلامية وتأخر المسلمين ببعدهم عن العلم وانغماسهم في الملذات، وذكر يعني حالات صارت فيها نهضة لهذه الأمة، مثل تحرير صلاح الدين الأيوبي لبيت المقدس أو فتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح. ثم تناول الحضارات الغربية القديمة، ذكر اليونانية والرومانية، وكيف أن هذه الحضارات انغمست في الملذات وفي الجسد، وكان كل اهتمامهم في الجسد وليس الجانب الروحي. ثم ذكر سيطرة الكنيسة في العصور الوسطى على الحياة في أوروبا، وكيف أن الحياة تأخرت بسبب سيطرة الكنيسة. 5 قرون لم يتضاعف عدد سكان أوروبا، والسبب في ذلك أن الكنيسة كانت تمنع الناس من البحث الحر في العلم، وكانت تقيد العلم في حدود الكنيسة، والأوبئة انتشرت، الحروب الدينية انتشرت. 500 عام لم يتضاعف عدد سكان أوروبا. ثم ذكر الحضارة الغربية اليوم. الحضارة الغربية اليوم قامت على الكنيسة، وكانت ثائرة على الكنيسة وحكم الكنيسة في العصور الوسطى. وحكم الكنيسة كان يعني صورة سيئة من الحكم الديني في أوروبا، لأن رجال الدين طغوا في ذاك الوقت. فهذا أدى لبعد الحضارة الغربية اليوم عن الدين. إضافة إلى ذلك تأثروا بالحضارة اليونانية القديمة والرومانية التي كانت تهتم بالجسد وبالملذات. ويلاحظ الكاتب أن هذا الجانب الروحي مفقود بالحضارة الغربية اليوم، حتى أن
أستاذ الفلسفة في بريطانيا سأل 20 تلميذ من تلاميذه: كم واحد منكم يعتنق المسيحية؟ وهم كلهم يعني مسجل أنهم يعتنقون المسيحية. 3 فقط قالوا نعم، 7 قالوا أنهم لم يفكروا في الموضوع، و10 قالوا أنهم ضد الأديان. ويقول أنه في أحلك الظروف وأخطر الأوقات لم يعتبروا ولم يشعروا بالجانب الروحي. يعني يضرب مثال أن جماعة كانوا موجودين في مرقص وهم في حالة لهو وسكر، فجاء قصف فتوقفت الموسيقى وتوقف الناس، فلما انقطع القصف قال واحد: ألا نكمل؟ فأكملوا وراحوا يرقصون وكأن شيئا لم يكن. ويقول أن الاهتمام بالجسد أدى إلى غياب الجانب الروحي لدى الحضارة الغربية. فالحضارة الإسلامية إن تأخرت اليوم من الجوانب التكنولوجية وجوانب التقدم والتطور، إلا أنها في الجوانب الأخلاقية وفي الجوانب الروحية قدمت للدنيا أعظم ما يمكن تقديمه، ويبقى العالم هو الخاسر بتأخر الحضارة الإسلامية.